الكرام، السلام عليكم. كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ تحيه خالصه مني انا الاخت ليلى من قناه ليلى المنتوجات لكل المغاربه من طنجه حتى القويره. كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ كي دايرين مع الصهد والحراره؟ يا ربي تبرد علينا يا ربي. ما زلت متواصله معكم مشاهدي الكرام. يعني الانواع الاعاصير اللي كنديرها معكم دائما بلديه وزوينه ديال جدودنا ياكو، يعني ما كناخذوش داك المواد اللي هي حافظه. كان سبق ليا وطحنت معكم العصير ديال التشين بالباربا، يعني انا ما هضرتش، درتو غير يعني فيديو صغير، ما هضرت ما حتى شي حاجه، ما علقتش. اليوم غادي نعلق. علاش؟ لان هذا العصير هذا مفيد بزاف. عندي عصير التشين بعصير الباربا، يعني الباربا خضراء. علاش الباربا خضراء مشاهدي الكرام؟ لان الباربا ملي كديرها طيب فوق العافيه ما كتبقاش فيها الفيتامين، ولهذا كنطحنوها خضراء، كتبقى الفيتامين ديالها تبقى مزيانه. داك الماء اللي كنلوحوه ملي كنسلقوها ما كنلوحوش، لان الباربا ملي كتسلق كاين اللي كيحيدها وكيلوح داك الماء. ما فهمتش يعني الباربا صافي، ما هي نباتيه، هي واحد الفاكهه نباتيه كيخصها تبقى هكاك. عندي عصير الليمون ها هو حدايا نتوما كتشوفوا. الباربا انا قطعتها طريفات، غير هي لواحد الاشاره او معلومه بسيطه. كان قالها لي واحد السيد صيدلاني الله يذكره بخير، قال لك الا كان الانسان عنده الضغط الدموي مرتفع شنو كيدير العصير ديال التشين الباربا او عصير ديال الخس والباربا، وكيجي معاه واحد جوج فصوص ديال الثومه. ها هما دوك كتشوفوا معايا، انا ما نقيتهمش لحقاش ما غاديش نصوبهم، هذه كاضافه فقط، معلومه نستافدوا منها كاملين. كنقيو داك جوج فصوص ديال الثومه وكنزيدوهم مع هذا العصير. علاش؟ باش منين كتشربي داك العصير او كتشرب داك العصير ما كتحسش بداك المذاق ديال الثومه، وفي نفس الوقت كيهبط لك الطنسيون، يعني كيعادل الطنسيون. هذا كاضافه فقط للناس اللي عندهم الضغط الدموي اللي مرتفع، واللي عندهم الضغط الدموي عادي كيصايبوا غير التشين والباربا عاديه، يعني عصير عادي بدون سكر بطبيعه الحال. اليوم انا غادي نضيف دابا الباربا ديالي، ها هي الخضراء. عندي هنايا جوج حبات ديال الباربا، غادي نزيد معها عصير الليمون او البرتقال، التشين كما كتشوفوا معايا منعش وزوين. نحاولوا نقلوا شويه من المواد الحافظه، الله يجازيكم بخير، حتى بالنسبه للاطفال ديالنا. انا دابا غادي هادشي درتو في الخلاط الكهربائي عادي، ما درتش الثومه هي كاضافه بسيطه للناس اللي عندهم ارتفاع في الضغط الدموي، باش ملي كيشربوا داك العصير ما كيحسوش بالثومه، حسن ما ياكلوها بوحديتها كيحسوا بالحراره ديالها. انا غادي نطحن دابا العصير ديالي. علاش كنطول في الطحين؟ لان الباربا خضراء خصنا تجينا مزيانه يعني في العصير، ما تبقالناش مفرفشه او حرشه. نعاود نزيد شي شويه. وبهكذا مشاهدي الكرام كنكونوا ضربنا عصفورين بحجر. علاش؟ لان الباربا مفيده بزاف للجسم، وكنستعملوها كسلطه اكيد. خضره حتى هي كنحكوها وكنخلطوا معها الخيار، نخلطوا معها خيزو، شويه ديال الكرنب او مكور، كتجي زوينه بزاف. انا دابا غادي نكب العصير ديالي في الكاس كما كتشوفوا معايا. كتشوفوا كتجي خاتره زوينه، ونحاولوا نزيدوا نطحنوها باش ما تجيناش كما قلت لكم حرشه. هنا البربه قاصحه خضراء، ما كتكونش بحال اللي طايبه دغيا كتطحن،
ولكن هذه فيها منفعه بزاف. مشاهدي الاعزاء، كنتمنى من كل قلبي نكون خفيفه على قلبكم، ونكون يعني رهن الاشاره ديالكم تكون القناه ديالي يعني قناه للمنتوجات يعني مهمه وفيها الاستفاده للمشاهدين الاعزاء. شكرا بزاف على المشاركه، شكرا على التوضيحات، شكرا على التعليقات. اش غنقول لكم، انا كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وكنموت على المملكه المغربيه وعلى جميع الامه الاسلاميه. دمتم في رعايه الله، في امان الله.